Ne oldu, kötü bir şey mi var? Aziz bana emanet. أهلا بكم في قناتنا. النهاردة رجعنا لكم فكرة مسلسلات جديدة وقائمة ممتعة وشيقة كلها إثارة ومغامرات. قائمتنا هيكون فيها النهاردة أفضل 5 مسلسلات تركية عن قصص فتاة فقيرة وشاب غني. كل فترة بحاول أجيب لكم مسلسلات وأفلام جديدة شيقة تتابعوها وأرتبها لكم من الجيد جدا إلى الممتاز، فكل مسلسل في هذه القائمة جدا ممتع. المسلسل الأول في قائمتنا مسلسل الوصال. Sahibi senden alacak. Kimmiş ki sahibi? Kim olduğunu öğrenmek istemeyeceğiniz birini. Vakit gel. تدور أحداث المسلسل حول شخصية فريدة، فتاة تحارب كثيرا من أجل حياة آمنة لعائلتها، وشخصية عزيز وهو رجل أعمال يحدث حوله الكثير من المشاكل والعقبات مع شقيقته. وفي أحداث المسلسل الكثير من الأسرار في حياة كل من فريدة وعزيز. يبدأ المسلسل بحلم مفزع لعزيز الذي يرى نفسه داخل قبر ويرى عائلته تبكي عليه، ومن ناحية أخرى نجد فريدة تحاول مساعدة والدها في إعانة والده. وتبدأ الأحداث عندما تقابل فريدة عزيز للمرة الأولى، فقد كاد أن يصدمها بسيارته، لكن المرة الثانية شاهدته وهو يقتل بعض الشخصيات السيئة دفاعا عن شقيقته، وهي في صدمة وتتساءل كيف يقتل أشخاص بدم بارد. وتتوالى أحداث المسلسل. için çok tehlikelisin Kerem. Bu minyatür bizim olacak. Bunu Bülent bile engelleyemeyecek. Bak görürsün. Öz baban hala hayatta. Sizi burada daha fazla yönetici olarak görmek istemiyorum. Silah mı arıyorsun sen? Ne silah? Nereden buldun? O minyatürü bana getir. Her şeyi kontrol altında tutabileyim. المسلسل رقم 2 في قائمتنا مسلسل أغنية الحياة. Hoş geldin bayrama. Kolay gelsin, kolay gelsin. Ey gidi Salih. Kocamış gitmiş ya. Bunlar kim? O gördüğün adam var ya. Gençliğimde benim en yakın arkadaşımdı. تدور أحداث المسلسل عن حياة هوليا، الفتاة ذات الشخصية القوية والتي سأمت من الوضع المادي المزري التي تعيشه، فدائما تحاول أن تحصل على ما تريد بأي طريقة كانت. وعلى الجانب الآخر هناك أختها التي تتقبل هذا الوضع وتحاول مساعدة هوليا في العيش بصورة أفضل. وفي أحداث المسلسل تحدث الكثير من المشاكل بين الشقيقتين. Atma işte, öp kayınbabanın elini. Öp. Bak gel. Hülya, ben dönüyorum. Biliyorsun her şey babamın zorlamasıyla oldu. Kusura bakma. Buraya kadarmış. Çantanda seni uzun süre idare edecek bir banka cüzdanı var. Meseleyi fazla büyütmezsen sevinirim. Kerim. Meseleyi büyütmezsem sevinirmiş. المسلسل الثالث في قائمتنا مسلسل الحلم. Herkesin güzel rüyalar görmeye hakkı vardır. Kapat gözlerini. يدور المسلسل حول إليف، فتاة بسيطة لأسرة فقيرة تعاني من بعض المشاكل المادية، ويكون حلم إليف أن تكون مصممة أزياء ناجحة. وتتوالى الأحداث لتتلقى إليف ببطل الفيلم وهو ولي العهد لأكبر العائلات الغنية، وتبدأ قصة الحب الأبدية بينهما بمواجهة العديد من المشاكل الصعبة. وتدور أحداث المسلسل. Her rüyanın bir sonu vardır. وقبل ما نكمل باقي المسلسلات ياريت لو وصلت هنا ما تنساش تنزل تعمل لايك للفيديو، وده لو اول مرة تشوف فيديوهاتنا ما تنساش تشترك في القناة وتدوس على زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتنا. والمسلسل اللي قبل الاخير معانا مسلسل سامحني. Bir daha kardeşimle ilgili ileri geri konuşma. Yok ya, yaman değildir. Galibe baba diyor, sana demiyor. Ne kıskanacağım be?
Allah Allah. Ben bebeğimi kaybettim ya. Şimdi de Yaman'ı kaybedemem, ne olursunuz. يحكي المسلسل قصة عائلتين تنشأ قصة حب بين أبنائهما. كثير من المصاعب والعراقيل تؤدي إلى الفراق بينهما، ولكن بتفكير صائب وحكيم يتخلصون بين كل هذه الأشياء السلبية. ويؤدي أدوار الحبيبين فتاة يتيمة تدعى فريدة وحبيبها وليد، ولكن والد وليد يكره فريدة ويرفض حبهما ولا يعتبرها من مستوى ابنه. ولكن بعد مرض عثمان وإصابته بشلل نصفي اعتنت به فريدة حتى شفى، وهو ما جعله يحبها ويغير رأيه فيها. Ne istiyorum? Feride Hanım, bu evliliği gerçekleştirmek istiyor musunuz? İsyanım var aşka, bana ne çare, paramparça yürek, nafile, ikimize yazık. Sen kimsin ya? Demir abi beni tanımadın mı? أما المسلسل رقم 5 والأخير في قائمتنا هو مسلسل سمها ما شئت. Kardeşinizin 6 ay ömrü kaldı Ömer Bey. Onu mutlu edin. Tek isteğim Zehra ile bir an önce evlenmeniz. Ömer'i sana bırakmayacağım. Babanızın yaşamasını istiyorsanız تدور أحداث المسلسل حول شخصية غنية جدا تدعى عمر يعاني من مرض أخته، خصوصا بعد أن أخبره الدكتور بأن أخته لن تعيش أكثر من 3 أشهر فقط. وأخته تحبه كثيرا وتريد أن تراه سعيدا ومتزوجا. أما شخصية زهراء فهي فتاة جميلة من عائلة فقيرة تبحث عن عمل، والدها مريض يحتاج إلى المال للعلاج، والتقوا صدفة في أكثر من موقف. وعندما أتت زهراء لإحدى شركاته لطلب عمل، ظن عمر أنها على علاقة بزوج أخته، لذلك يحاول حل الموضوع ويوضح بأن زهراء هي حبيبته. وهكذا تجري أحداث المسلسل. Onu bu nikah hangi oyunla ikna ettiysem bulacağım. Siz ne düşünürseniz düşünün. Bizim aramızdaki aşk evliliği. O sözleşme uzun zamandır bizim için hiçbir anlamı yok. Ben Zehra'yı çok seviyorum. Böyle başlamadı ama kısa sürede senin olmasını istediğin şeye dönüştü. وبكده خلصت قائمتنا النهارده. اكتب لنا كومنت بالمسلسل اللي شايف انه رقم 1 في قائمتنا، وايه المسلسلات اللي اتظلمت وشايف انها كانت تستحق انها تكون في قائمتنا النهارده. كان معاكم احمد، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامة.